ووجدك ضالا فهدى، وهنا الضلال أي الضلال عن تفاصيل الشرع، ما كان يعرف تفاصيل الشرع. ووجدك ضالا فهدى، كان بالأول ضالا لا يعرف شيئا إطلاقا. ضالا يعني ليس عندك علم. ووجدك ضالا يعني عند قومك، فهدى أي هداهم إلى معرفتك، هداهم إليك. الشخص الغريب عند قومه يقال عنه ضال، أي ضائع بنظرهم، هم يشوفونه غريب، فبعدين شنو صار؟ فهدى أي هداهم إليك، هم الذين تغيروا فصاروا إليك. سآتيك من كتب الشيعة بما أنكرته على مشايخ المسلمين. هذا تفسير الأمثل لشيخ الشيعة ناصر مكارم الشيرازي، يقول: ووجدك ضالا فهدى، لم تكن أيها النبي على علم بالنبوة والرسالة. ويقول: إنها تعني نفي العلم بأسرار النبوة وبأحكام الإسلام، وتعني عدم معرفة هذه الحقائق، كما أكد على ذلك كثير من المفسرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وقبل الرسالة لم يكن يعرف أحكام الإسلام، أي ليس لديه أي علم بالشريعة، وهذا شيء طبيعي ومنطقي. كيف سيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام وعلم الكتاب والسنة قبل أن يوحى إليه؟ وتفاسير الشيعة تقرر هذا المعنى. أيضا شيخ الشيعة التستري يقول: إذ الضلال ها هنا عدم الرشد فيما يتعلق بالأمور الشرعية قبل البعثة. إذن المعنى واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ليس لديه علم بالإسلام وأحكام الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قبل الوحي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف القرآن ولا الإيمان. وعلماء الشيعة يقولون أنه ليس لديه علم بتفاصيل الأحكام الشرعية وتفاصيل الاعتقاد المبني على القرآن. أيضا شيخ الشيعة ناصر مكارم الشيرازي يقول: المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف بتفصيلات هذا الدين ولا بمحتوى القرآن قبل نزوله وقبل تشريع الإسلام. طيب، ما رأيك أن نأتي بالإمام الحسن العسكري شخصيا وهو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كنت أعلم شيئا من كتابه ودينه أيضا حتى علمنيه ربي. ثم تلا نفس الآية. يعني أنت يا ابني طالع ترد على المشايخ وأهل العلم وأنت أصلا مش عارف أن كتبك بتقول نفس الكلام. وبالمناسبة الرواية اللي أنت ذكرتها دي من تفسير الطبري هذه رواية ضعيفة، لأنها من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متروك، والحكم على الرواية بالضعف موجود في نفس الصفحة في الهامش. سبحان الله، تأتي بهذه الأكاذيب ثم تزعم أن هذا هو قول أهل السنة. إمام الرضا عليه السلام يقول: ألم يجدك يتيما فآوى، أي ألم يجدك وحيدا فآوى إليك الناس، أنت المأوى يا رسول الله. طب ايه رايك ان الروايه اللي انت نقلتها دي عن الرضا دي رواها شيخكم ابن بابويه القمي في كتابه عيون اخبار الرضا؟ وحينما نذهب لسند الروايه سنجد ان الذي يحكي هذه الحكايه هو علي بن محمد بن الجهم. فماذا قال علماء الشيعه عن علي بن محمد بن الجهم؟ شوفوا يا اخوه، في نفس الكتاب ونفس الروايه شيخ الشيعه ابن بابويه القمي بعدما نقل هذه الروايه يقول: هذا الحديث غريب من طريق علي بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لاهل البيت عليهم السلام. اذن الذي يحكي هذه القصة ناصبي مبغض ومعادي لأهل البيت، فكيف قبل منه هذا الرافضي هذه الرواية؟ الدين عند الشيعة سمك لبن تمر هندي، أي رواية تخدم دين الشيعة يستدلون بها حتى لو كانت من طريق النواصب الذين يحكم عليهم الشيعة الرافضة بالكفر. جاء في كتاب حقيقة لله ثم للتاريخ يقول: أفلا يعلم من كان له حظ بسيط من علم الرجال أن علي بن الجهم ناصبي كذاب لا يؤخذ بروايته. هذا مركز الأبحاث العقائدية التابع لسيد الشيعة السيستاني، ينقل الإجماع على عدم قبول رواية الكافر عند كل علماء الإسلام، ثم يقول: وعندنا أن الناصبي كافر فلا تقبل روايته. فكيف يقبل هذا الشيعي رواية علي بن الجهم الناصبي الكافر وينسب أكاذيب هذا الناصبي للإمام الرضا؟ طيب شوفوا يا جماعة سند الرواية في مين تاني؟ ابن بابويه بيروي هذه الرواية عن تميم ابن عبد الله بن تميم القرشي، وتميم يحدث عن أبيه عبد الله. فتعالوا لنرى ماذا يقول شيخ الشيعة علي آل محسن عن تميم وأبيه. يقول: هذا الخبر نفس الرواية يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنها، هذا الخبر ضعيف السند، فإن من جملة رواته تميم ابن عبد الله بن تميم القرشي، فإنه وإن كان من شيوخ الإجازة للصدوق وأكثر الصدوق من التردي عنه، إلا أنه لم يثبت توثيقه في كتب الرجال
الرجال، بل ضعفه ابن الغضائري والعلامة الحلي وغيرهما. ومن رواته أيضا والد الراوي السابق أبو تميم اللي هو عبد الله، قال وهو مهمل في كتب الرجال، مجهول يعني. وراوي هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام هو علي بن محمد بن الجهم الذي قال عنه الصدوق بعد أن نقل الحديث المذكور بكامله: هذا الحديث غريب من طريق علي بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لأهل البيت عليهم السلام. سند الرواية ضايع، الرواية مروية عن ضعيف يرويها عن مجهول عن ناصبي كذاب وكافر. فلماذا يستدل بها هذا الشيعي؟ الخلاصة أن الشيعة يستدلون بما يشاءون، روايات كذابين، ضعفاء، مجاهيل، نواصب، كفار، كله شغال، ولا يتكلمون في الأسانيد إلا حينما يستدل عليهم المسلمون بهذه الروايات.